والله تصميم فرق بصراحة. نشوفه من برا. مساكم الله بالخير والله يعطيكم العافية. حياكم الله في قناة كارتومايز. معاكم اخوكم علي القطان. اليوم معانا الفورد برونكو الجديد اللي هو 2021. نبذة سريعة عن البرونكو. نزل أول مرة في عام 1966 واستمر ل5 أجيال. نزلوا منه 5 أجيال 5 جنريشنز، وصل لين 1996. 30 سنة هذه كانت نهاية مسيرة الفورد برونكو. بعدين قاموا بتصميم حديث وجديد ونزلوه عشان ينافسون جيب واحد اللي هو الجيب رانجلر. أول ما نزلوه بتصميم مثل ما أنتم شايفين اختلف كليا عن اللي قبل كنا نشوفه. نزل هذا الجيل، إضاءته صارت LED، طابع البرونكو من قدام عندكم بالشبك بلون معاكس، يعني الشبك باللون الأسود وبرونكو باللون الأبيض، ظاهرة حق الناس اللي بالشارع عشان يشوفونك. تغير تصميمه كله. راح اخذ لكم لفه سريعه الحين من برا نوريكم شنو فيه، وبعدين ناخذ لقطات من داخل السياره ونوريكم شنو فيها كمميزات، وفي بعض السلبيات اللي راح نذكرها. بعدين راح نطلع فيها تست درايف. بس انا يهمني بالتست درايف عمر يسوقه ويعطينا رايه. ليش؟ لان عمر هو صاحب رانجلر، صاحب جيب رانجلر، وانتم كلكم اتوقع عارفين هالشيء. فابي رايه في الموضوع هذا، لان هذا دايركت منافس حق الجيب رانجلر. فنبي نشوف بكل صراحه وبدون اي مجامله هذا افضل ام الرانجلر. فكبدايه راح نلاحظ ان هني الجيب مصمم حق الاوف رود. يعني عندك الكاميرا الاماميه حق الابروتش انجل. شغله حلوه من قدام بعد، عندك الحساسات الاماميه بالرانجلر ما تجي. طابع مثل ما قلت لكم البرونكو مع الاضاءات LED. وبعدين لو تجون هني على الجنب راح تشوفون ان الاطارات اللي جايه على هالفئه هذه اللي اليوم نتكلم عليها اللي هي الاوتر بانكس. الاطارات 255 70 18. في فئات ثانيه وفي اطارات ثانيه طبعا، بس اليوم راح نتكلم عن هذه الفئه. الفئه اللي اليوم ويانا هذه ماكينتها 6 سلندر ايكو بوست 2.7 لتر توين تيربو. طبعا تي بحسب موقع فورد الرسمي 310 حصان و400 رطل من العزم، وهذا بالنيوتن حق اهل النيوتن. المرابط هذه اللي انتم تشوفونها هني هذه مو محطوطه عبث. هني لما تشوفون بعض الصور اتوقع او في اليوتيوب لما تشوفون الفيديوهات في مربط هني يصير الى الامام هني. هذه الحزام او السيم هذا اللي يحطونه هني كمربط عشان لا دشيت في اماكن الاوف رود اللي ما بين الشجر. على سبيل المثال اغصان الشجر لما تكون على السياره بدل لا تزلق لك السياره او تي على الويندشيلد الامامي، لا هذه الاحزمه اليمين واليسار توخر لك الاغصان شويه. ف يعني لفته حلوه انا اشوف من شركه فورد. ايضا شفنا بعض الناس انه يقدرون يشرون ملابسهم هني اذا خلصوا من طلعتهم الاوف رود، خصوصا اذا داشين مكان بحيره او نهر او طين او شيء كذي، اللي احنا ما عندنا اياه بالكويت، بس هم برا كانوا يسوون كذي. ننتقل للجانب هني. مثل ما تشوفون علامه الاوتر بانكس، ومثل ما ذكرت لكم الاطارات. في على المرايات الجانبيه العدسات الكاميرات اماميه جانبيه خلفيه راح اوريكم اياهم، فيعطيك محيط 360 درجه على السياره كلها. خلينا ننتقل للخلف. خلينا اوريكم شغله عجبتني في الفورد برونكو. هني مثل ما انتم شايفين السبير علاق عشان الاوف رود اسهل لك انك تطلع وتدخل تاير اذا احتجته. الكاميرا الخلفيه موجوده هني على هذه القطعه، مو موجوده مثلا على الباب الدبه نفسه. معطيتك لا ابعد نقطه عن السياره عشان تعطيك وضوح وكامل للسياره. الشغله اللي قلت لكم ان عجبتني في الفورد برونكو مو الليتات LED ولا كاميرته ولا شيء. شوف بابه الخلفي لما تبطله، طبعا نصين، النص اللي فوق كذي وهذا الجنب اللي هو تقريبا نفس الرانجلر تبطيلته، بس شوف ايش كثر يبطل. شوف هذا كله هني تقريبا الرانجلر على سبيل المثال ها 90 درجه. هني لما تبطل كامل تقريبا حوالي 150 درجه يتبطل وياك الباب، فيعطيك يعني مكان واسع عشان اذا عندك اغراض عندك شيء، وتقدر تثبته على مسافه 90 درجه وتقدر تفتحها كامل كذي. من الخلف هني عندك الدبه او شنطه الامتعه مثل ما تقولون. تقريبا 35 قدم مكعب مساحه التخزين. مساحه التخزين لا باس فيها، انا اشوفها زينه، يعني مو كبيره وايد بس ايضا مو ضيجه مو صغيره، حلوه. تقدر تنزل الكشنين اللي في الصف الثاني وتصير عندك مساحه اكبر. هني عندك عده الجيك حق البنشر لا سمح الله، وعندك مساحه تخزينيه ايضا صغيره من ورا.
بالرانجلر المساحه التخزينيه اللي هني اكبر شويه، هني اصغر، وعندك 4 مرابط موجودين في داخل الدبه عشان اذا عندك اغراض تربطها. طبعا عندك اضاءه من الخلف هني LED، وعندك مكان للتخزين، وعندك منفذ 12 فولت اللي هو حق الولاعه. سماعاته جايه على الجسر هذا اللي ورا، جايه سماعتين يمين وشمال. ولما ننتقل للداخل الحين راح اوريكم انه ما في سماعات بالبار اللي بنص السياره يصير نفس الرانجلر. هني تحت مثل ما انتم شايفين عندكم قاعده القلص، وعندكم منافذ الكهرباء حق القلص اللي هو المربع والمدور. الرانجلر ما كانت موجوده في هذه الرانجلر روبيكون، طبعا احنا نتكلم اللي كان عندنا في الكويت هنا عند اخوي عمر، ما كانت موجوده قاعده القلص والامور هذه، موجوده بالفورد برونكو. هذه نقطه تحتسب حق البرونكو. فخلينا ننتقل للداخل الحين ونوريكم بعض المواصفات اللي فيه. بكل امانه الصف الثاني الجلوس فيه مو وايد مريح، تقدر تقول جيد نوعا ما. ريولي شوي مرتفعه، ظهري شوي مستقيم، ما في مجال بالكشن اللي في الصف الثاني في الفورد برونكو انك تسدحه زياده او تعدله. وللعلم انا طولي تقريبا 178 سم، فيعني طول متوسط عشان اللي حاب انه يقول يعني ايش كثر الطول او ايش كثر يعني مساله الراحه عندك في الجلوس في الصف الثاني. عندك هني السناده اللي بالنص تقدر تنزلها، فيها حاملين اكواب. غير كذي ماكو شيء. غير الشغله اللي حبيتها فيه اكثر من الرانجلر اللي هي السقف. سقف السياره طبعا هارد توب، ينفك بجزئيه اللي بالنص، اللي اول شيء اللي قدام عندك الصف الاول ينفك نصين، او تقدر تفك اللي قدام مع الصف الثاني اللي انا فيه مثل ما احنا الحين مسوين، مخلين بس الخلفي الجزء الثالث، او تقدر تبطله كله حتى اللي بالجزء الثالث. فانا اقدر ابطل بس الامام او الامام والوسط، او الامام والوسط والخلف، عادي اقدر اسوي فيه اللي ابي. يعني مثلا اليوم ما بي هواء وايد يدخل علي بالسياره، ما ابي ابطله كله، ابطل بس الثنتين اللي بالامام، بحيث انه تصير المساله كانها فتحه او تنته عندي قدام. او اقدر ابطل هذا السقف الكامل، بس اخلي اللي ورا عندي اغراض، عندي شيء ما ابي الهواء او الشمس تدخل عليهم، فاخلي اللي ورا كذي ثابت. هني بالرانجلر عندكم في بار موجود وفيها سماعات، هذه اللي قلت لكم عنها قبل شوي. البار هذا مو موجود بالفورد برونكو، فاذا فكيت الهارد توب كامل راح يصير عندك الوضع كله مفتوح، يعني حق اوف رود، حق مقناص، حق اللي تبيه، الوضع كله مبطل عندك. فهذه نقطه وايد حلوه. من الخلف هنا عندكم تحكم بالدرايش، نوافذ موجودين هنا في الوسط، وعندك منفذ ال 220 فولت، ال 400 واط، وطبعا عندك اللي هو اليو اس بي تايب سي واليو اس بي العادي. خلينا ننتقل الحين قدام ونوريكم شنو في من قدام، وشنو بعض الشغلات اللي عجبتني واللي ما عجبتني. اول ما تركب البرونكو تشوف التصميم الحديث كله اللي ما كنا متوقعينه بصراحه من شركه فورد، بس ابدعت فيه بصراحه. الشاشات اللي فيه الريزولوشن مالها جدا جدا جميل. بس خلينا نبلش بالشغلات اللي ما عجبتني. اول شيء عندك الاضاءه، لان ما فيها البار هذا اللي نفس الرانجلر. البار اللي في الرانجلر موجود في السقف، في اضاءات اضافيه وفي حق كل راكب اضاءه خاصه فيه. هني ما عندك اضاءات داخل السياره ما عدا الثنتين اللي بالامام هني وضعاف نوعا ما، فالاضاءه داخل السياره مو لهناك بصراحه. الشغله الثانيه اللي ما عجبتني المرايات الجانبيه. طبعا فيهم ليتات، فهذا شيء وايد حلو، لكن اذا صفت المرايات مثل ما انتم شايفين، تصفط المرايات تبطل بيبان تحوش المرايه، فما ادري شلون التصميم صاير كذي، لان المرايات صايره على بدايه الكبوت مو صايره على البيبان نفسها. انا احس انها غلطه بالتصميم صراحه. عموما اول ما تركب هني تلاحظ ان الباب وايد اوف رودي، وايد رقد، ما في ذاك المواصفات. يغلب عليه طابع البلاستيك. طبعا في شويه لمسات من الجلد باللون البني او لون التان، هذا ما ادري، خلينا نقول اللون البني مثلا. ما حبيته وايد بصراحه. احس لون البني متداخل مع الداخليه بشكل مو حلو. يعني في الوان ثانيه تعطي طابع الاوف رودي، طابع البري، طابع شوي عتر اكثر من كذي. تيك الاكسنتس هذه او اللمسات الزرقاء مثل ما انتم شايفين اللي باللون الازرق على فتحات المكيف وعلى القضبات اليدات اللي هني وهني وعلى تطريز الكشنات كلها. حلوه، لكن هذه ستاندرد مع كل فورد برونكو. يعني لو اخذ فورد برونكو لونه الخارجي مثلا اصفر،
انا ملزوم باللمسات الزرقاء هذه اللي داخل. فيعني ودي انه يصلحون هالغلطه بالموديلات الثانيه، بحيث انه تقدر تطلبهم او تقدر تقول لهم ما بيهم اللمسات الزرقاء هذه. الكشنات تطريزهم حلو، مو ماشي ويا اللون البني هذا، لا مو ماشي بصراحه. بس نوعيه الجلد اللي فيها جيده. الحلو اللي فيها انا افضل الكشنات الكهرباء. هذيلا كشنات كهرباء للامانه. في ناس ما يفضلونها، يقول لك مثلا سياره اوف رود ممكن انا ادش فيها بحيرات او ماي يرش علي من برا فممكن يخترب، ممكن الله اعلم، بس انا افضل السياره اللي فيها تحكم كهرباء. فوق هذا كله فيها تدفئه للكشنات نفسها، كشن الراكب وكشن السائق اثنينهم فيهم تدفئه. طبعا عندك التحكم دول كلايمت زون، تقدر التحكم يعني هني بروح وهني بروح حق البروده والحراره. الدقم هذه اللي موجوده هني، الاوتو ستارت ستوب، السنسر مثل ما ذكرت لكم، سناسر بالامام والخلف، والكاميرات 360. الجير وايد حلو، قضبته حلوه، تحس انه معطيك طابع الاوف رودي. في علم امريكا هني صغير، وفي عندك هني البيس اوف ميتال هذه على قولتهم، والمعدن اللي حاطينه بالسياره عشان يقولون لك هذا الفورد برونكو صنع في ميشيغان في امريكا. هني التحكم عندك اللي هو الجوت مودز، هني تحكم في المودات مالت السياره. طبعا السياره هذه فيها 2 ويل هاي وفيها 4 ويل هاي وفيها 4 ويل لو. الشغله اللي ما فيها هالسياره انه ما فيها ديفلوك، وما فيها فصله السويبار، عمود التوازن ما تقدر تفصله نفس الرانجلر مثلا الروبيكون. بس فيها شغله حلوه اللي تميزت فيها الفورد، شركه فورد حق البرونكو، اللي هو الدقمه هذه اللي انتم شايفينها هني يم التراكشن ويم اشاره تحذير مثلث، اللي هي الالتفاف حول نفسها. السياره تلتف حول نفسها بحيث انه يقفل تاير من التواير وتلتف تصير لفتها صغيره جدا تلف دار مدار نفسها. مساحات التخزين عاديه يعني لا باس فيها، هني مساحه متوسطه، هني حق كوبين. بالبيبان مجرد مساحه التخزين الشبك اللي انتم شايفينه. كذي خلصنا من الكشنات والامور هذه. نيجي حق السكان. السكان حلو، تحسه شوي صغير، مو متعود عليه، متعود على سكان يمكن شوي اكبر، بس على سياره بهالحجم تحس انه يعني مناسب لها. طبعا فيها تحكم بالانفوتينمنت سيستم، وفيها التحكم في الخروج عن المسار وتثبيت السرعه. التحكم بالاضاءات هني كلها موجوده عندكم. في عندك الاوتو، في عندك العالي والواطي كلهم بالال دي طبعا، وفي عندكم المرايات الجانبيه فيها كشافات تقدر تشبهم ثنتينهم مع بعض، او تقدر تشب بس اليمين او بس اليسار. وهذه شغله وايد حلوه حق الاماكن الضيجه، او بالليل انت طالع بالبر او اوف رود او ايا كان، تشب واحد منهم. والاضاءه بصراحه ساطعه وقويه جدا. الشاشات هني عندك 12 انش، تميزوا فيها فورد في اطلاق سياراتهم الحديثه تقريبا كلها اللي انا شفتها، مثلا الاف 150، الرابتر، البرونكو الحين ال 12 انش. الريزولوشن مالها وايد حلو، الريسبونس مالها وايد حلو، وفيها طبعا الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وفيها جميع الملحقات من نظام الملاحه والامور هذه. العدادات، الشاشه اللي بالنص جميله 8 انش ال سي دي، الوضوح ايضا وايد حلو فيها. بس العداد الكلاستر جيج ماله حسيته شويه يعني ما ادري، ما يازلي وايد. لو مخلينا نفس الاف 150 كله ديجيتال يكون احلى. شغله اخيره ما عجبتني بعد بالسياره، الساوند سيستم. الساوند سيستم اللي فيها عادي، ما فيها يعني من ساوند سيستم من شركه مثلا ثيرد بارتي كبوز او بانجز اند اولفسون او ايا كان. فنبي نجرب بعد شوي بالتست درايف لما نطلع فيها ونشوف اداء السماعات نفسهم بالصوت، الوضوح، النقاوه، عالي واطي، كذي نجرب لكم السياره. كذي نكون خلصنا من داخل. خلونا نطلع فيها تست درايف، وبخلي عمر يسوقها، ومثل ما قلت لكم ابي هو يعطيني رايه فيه، لاني انا اثق برايه وادري فيه ما يجامل. واذا طلع احسن من الرانجلر راح يقول انه احسن من الرانجلر، اذا طلع مو احسن من الرانجلر راح يقول لا يا جماعه الرانجلر للحين يتغلب على الفورد برونكو. فخلينا نشوف هل يستحق الفورد برونكو انه يكون منافس للرانجلر ولا لا. والحين قبل اطلع فيها تست درايف، انا طبعا اليوم انا المختص هني لاني راعي رانجلر،
راح يعني انا متحمس اصلا، يعني كنت صدق اني ابي اجرب هذه السياره. قبل لا نطلع بنوه على شغله. علي ذكر ان المرايات سلبيه من ناحيه انك تفتح الباب وطق بالمرايه وكذي، بس ما ذكر هي ايجابيه. ليش هي ايجابيه؟ لانها بالبودي، فلما تفتح وتشيل باب السياره المرايه تظل موجوده، بس يمكن هذه سهوا عنها بالتصميم فورد. الشيء الثاني فصالات الباب بالرانجلر موجودين برا، بالبرونكو مو موجودين، شكل انظف. والشيء الثاني دائما الصخر يطق فصالات البيبان. لو تلاحظون الرانجلرات كل واحد عنده رانجلر، روح شوفوا الفصالات راح تلاقي الصبغ طاير منها بسبه الصخر اللي يطق فيها. الحين نطلع ونقول لكم راينا بالسياره. هني بنجرب تسارع السياره من 0 ل 100. يلا يا راعي الرانجلر، ها اخيرا يبنى برونكو. انا الحين خذيت فكره بسيطه. ايه. شنو تحس راح يكون رايي؟ ما ادري بصراحه، ما ادري. انا في شغلات شفتها الحين وانا قاعد يمك وسمعتها وراح تطرق لها انا اعتقد يعني. بس ابي كله انت رايك، انت راعي رانجلر ومن زمان، مو بس الازرق اللي كان عندك، لا حتى من قبل. زين انت قبل لا انا اتكلم، انت كراكب ايه حاسب فرق بينه وبين الرانجلر؟ مو وايد، لا مو وايد صح؟ احس مشابه نوعا ما، زين. مشابه يعني نفس الرايد. بتكلم بالاشياء البديهيات لاول شيء. روح. الرانجلر تذكر انت، انا كنت اعاني من الكرسي مو مريح. كنت مو مريح. يعني ضايق منه. صح. هني شوي اريح مو وايد. حلو. يعني هم يعتبر مو مريح وايد بعد نفس الشيء. يعني احس انه يعني لو انا بغير سيارتي عشان الكرسي مو وايد فرق. مقاربين. مقاربين. الرانجلر بالقعده شوي في شغله افضل، ارتفاع السناده اللي هني مع الارتفاع اللي هني شوي متساويين. فلما تقعد انت تحس نفسك قعدتك صايره سيده شوي، مرتاح اكثر. هني شوي تميل على جنب. شوف هذه شغلات انا ما افكر فيها، ما احسب لان انا يعني الرانجلر اطلع فيه دروب سفر وكذي. ايوه. في ناس بهالامور يحطون مثلا شيء اضافي فوق هني عشان يحس قاعد يرفع التكايه شوي. مو يعني مو مشكله يعني كبيره يعني، بس هذه اللي انا قاعد الاحظها بحكم تجربتي مع الرانجلر. حلو اوكي. كنعومه قياده مستغرب انا، يعني تقريبا السيارتين وايد مقاربين حق بعض. مشابهين صح؟ في يعني في تقارب بالنعومه وكذي. اي انا توقعت البرونكو راح يكون انعم بوايد. بس لا، ما يعني نفس الشيء. احس مو قاعد احس بفرق كبير. يمكن تحس بفرق اذا انت جاي حق مطبه مو سيده، دائما الديفرنشال القطعه واحده، لان الرانجلر الديفرنشال قطعه واحده. هني نظام التعليق مستقل من قدام. لما يكون ديفرنشال قطعه واحده وتي حق مطبه مايل، تصير فيك هذه الحركه اللي كذي اللي داخل السياره يهتزون وايد. هني شوي احسن. حلو اوكي. بس كطرق عامه ما قاعد احس بفرق بالنعومه بصراحه. زين العزل ايش رايك فيه؟ لان انا هذا اللي حسيته. العزل احنا ماشيين 80 اتوقع مبين الصوت معاكم. العزل الارضي لو تلاحظ ما قاعد نسمع صوت شارع. اي صوت القار مو وايد، مو واضح. بس فوق صوت الهواء هني موزع. يعني الرانجلر يدش عليك صوت هواء تحس من قدام، بس المكان اللي يضرب فيه الهواء. صح. هني انا قاعد اسمع صوت قدام وورا. صح، هذا اللي انا فرق منتشر. يعني احس الصوت منتشر يعني. صح. بصراحه مزعج يعني. قبل ما اركب وياك كنت ما اسمع صوت هواء وايد الا من قدام شويه، احس ورا هدوء. الحين لا، اسمعه من قدام لورا، تحس بصوت الهواء. والرانجلر لانه في شوي صوت شارع وصوت الهواء شوي اقل، شوي ضايع السالفه. هني لانه في عزل ارضي حلو، فقاعد يصير تركيزك كله فوق. صراحه شوي مستفز. ايوه صح بالضبط. الساوند سيستم جربناه تونا. يعني سيء ما يعني ما اقدر الطف الكلام. صح سيء. في نوع في بانج اند اولفسن مو جايبينه بالكويت، وترى احنا كنا طالبين برونكو وكنسلناه بسبب هالموضوع. احنا نتكلم عن مواصفات الكويت. حتى البانج اند اولفسن شفت له فيديوهات، الناس يقولون توزيع الصوت شوي سيء. لان السماعات اللي فوقك هني مو موجوده، صايره ورا. عاد انا عندي مبدا بس اتوقع راح يكون مقبول. ما ادري، انا بالنسبه لي الحين كصوت بالبرونكو هذا اللي عندنا اليوم الاوتر بانكس سيء بصراحه. وانا وايد احب الساوند سيستم، يعني انا وياك نركز على هالامر هذا بالسيارات. فالساوند سيستم اللي فيه لا، هذه نقطه مهمه. موضوع السكان، احنا نقول بالكويت السكان، المقود او الدركسون، يعني ايا كان وين كنت يعني قاعد طالعنا. السكان هني ما في فضاوه نفس الرانجلر. بس هم السياره شوي تسرح، بس يعني السكان ادق. السكان ما في نقطه
نقطه فاضيه ما في. هذه نقطه تحتسب حق اي البرونكو. بس هم السياره شوي يعني تسرح بس مو وايد، الرانجلر شوي اكثر. زين شلونه كنشاط كخفه بالسياقه؟ شوف بالمشي العادي ايه الرانجلر شوي اخف بالمشي اللي هي يعني اقل دوسه، يا دوب حايش الدواسه. إيه يعني دوستر يعطيك يعني رياكشن اسرع شوي الرانجلر. اوكي حلوه. بس من الدوس اكثر من ربع الدوسه ايه يبين الفرق كبير. هذه اسرع. هذه اسرع. هذا مو بس اسرع، انشط بوايد. حلو. يعني أوكي. لما تضغط، خلينا مثلا انا ادوس شوي اكثر، شوف تحس اي ما شاء الله يسحب بسرعه. تحس بسحبه كذي فجاه. إيه. ولما تبي تتجاوز او شيء من الدوس شوي تحس في فزه على طول، رده غياراته قريبه. اول 10 غيار مع التون تيربو اتوقع، إيه. عشان كذي قاعد يعطيك الفزه. قاعد يفتح بوست بسرعه. ايه لا من ناحيه المحرك هذه افضل. حلو. من اوكي ناحيه المحرك هذه افضل. حلو. ناقل حركه لاحظنا موديلات الفورد ال10 غيار خشنه تباديل، ويعني في كنا بوش شوي، في رفسه خفيفه. ومرات تختلف من سياره لسياره. أيوة. يعني مرات برمجه كذي. ايه. ما قاعد احس هني بالخشونه. هني ناعمه صراحه. نعم. ما حسينا فيها. الجير تمام، يعني في انسجام ما بين الماكينه والجير، يعني كومبينيشن حلو صاير. بس نرد على سالفه الجير، تباديل مالتها ايه صايره دقمه يعني واحده. إيه. هذه اللي انا ذكرتها قبل. هذا شوي راح تضايقك بالبر. لازم تركز على الدقمه الزائد او الناقص ويم بعض. إيه. اذا انت باوف رود والسياره يعني خشنه شويه وقاعد طامر، ممكن صبعك بدل لا يعني تبدل لفوق ترد نمره. اي هذه يعني نقطه. انزين. بالنسبه حق التكييف، يعني المشكله الكبيره اللي وايد ناس يعني ردهم عن البرونكو موضوع التكييف الخلفي. انا واحد من الناس ايه يعني حبيت البرونكو، دريت ما في تكييف خلفي رديت. ايه صح. في ناس بالفيديوهات قالوا ان التكييف الدفعه وايد قوي فمو فارق معاهم حتى اللي جربوه بالصيف، يقولون. ايه هذا كلام بعض الريفيورز. احنا ما جربناه بالصيف. ما جربناه بالصيف، بس جربنا تونا الدفع مال المكيف. ايش رايك فيه كذا؟ الدفع والله قوي. انا اشوفه وايد قوي صراحه. اقوى من الرانجلر. اي دفعه وايد قوي. يعني ممكن يكون كلامهم صح، الدفع ممكن قوي. صح. إيه. فما نقدر نحكم على هذه النقطه، ممكن يكون الدفع كافي. صح. الله ما أعلم. يوصل حق اللي ورا وعادي ما تحس بذاك ممكن ما تضايق. يعني انا اللي شفته تونا الدفع وايد قوي. ايه ممكن يعني تكون النقطه صحيحه هذه. بس لاحظت شوي مبالغه بعض الناس، قالوا انه وايد انعم من الرانجلر. حلو بس طلع له وفي وايد فيديوهات قالوا بعد وايد اهدى من الرانجلر. حلو. هذول اللي كانوا مدعوين يعني على تجربه السياره الاولى. في ناس ينحرجون ايه لما تدعوهم شركه او شيء، ممكن جاملوا شوي. ينحرجون يجاملون شوي. ايه. بس ما كان دقيق وايد الحكي. وفي ناس قالوا لا، قالوا ان هذا ازعاج اكثر وكذي. صحيح. وفعلا يعني حسيت ان في ازعاج اكثر يعني بالسياره. ممتاز. زين بالنهايه ايش رايك البرونكو؟ خلينا نجرب اول شيء تسارع من سرعه نازله شوي. انزين نجرب. لا ما شاء الله انشط من رانجلر. انشط بوايد مو شويه. انشط لا انشط. يعني اتوقع بالبر راح يمتع الشباب عدل. اي على نقطه البر. الناس تزعل لما مرات ما ندخل بر. احنا مثل ما قلنا لكم احنا متعودين ناخذ سيارات المتابعين. صح. حسب وقت المتابع، مرات يكون فاضي بالليل احنا نصور بالليل، الناس تقول ليش تصورون بالليل؟ احنا ما نقدر نجبر الناس. حتى الاوفرود المتابعين مرات يكون وقتهم ضيق، يقول انا عندي لك ساعتين 3 ساعات اللي اقدر افضي نفسي، احنا على هالوقت نجرب السياره. فاليوم ما عندنا الوقت الكافي ان احنا ندخل اوفرود بالسياره. صح. بس اتوقع راح نحصل برونكو يعني قدام شوي. ممكن نجرب تجارب ثانيه. عمر لا تنسى يعني هي بالنهايه سياره يعني شخص مو سيارتنا احنا. فاحتراما لرغبته في بعض الناس تقول لك لا والله ما ودي تصورون فيها بالبر، ما ودي تكرفونها. ما بالنهايه حقه حلاله يعني. واحنا دائما نركز بنقطه تجربه القياده اكثر، لان الواحد لما يشتري سياره ترى يعني اكثر شيء يسوقها بالشارع. بالضبط. يبي يعرف تجربه القياده اليوميه. الاوفرود في ناس يعني قنوات مختصه بالافراد. صح. ومختصه بهالامور وتلاقون فيها تجارب دقيقه. بس بالضبط. احنا وايد نركز على تجربه القياده. مع ذلك نشكر كل ملاك السيارات، ونشكر ملاك او متابعينا اللي يبون لنا سيارات عشان نسوي عليها ريفيوز. كلهم الله يعطيهم العافيه. ونشكر ايضا الرعاة اللي قاعد يتيحوا لنا الفرصه طبعا ان نقدم لكم هذا المحتوى. صح.
يعطيكم العافيه جميعا فردا فردا. الحين ابي تقدر تعطينا رايك ولا بعد تبي تسوق شوي؟ تصدق انا يعني لان انا كل همي ترى الحين لما خليتك تجرب انك انت راعي رانجلر سابق مالك الرانجلر، والحين ابيك تجرب البرونكو، وابيك تعطيني رايك بكل صراحه. لو عندك الفلوس وبتشتري يا رانجلر يا روبيكون، عفوا يا رانجلر يا برونكو، فلما تحطهم اثنينهم يم بعض شنو راح تختار؟ بكل صراحه على استعمالك اللي هو تقريبا 80% شارع و20% بس بر. والله بختار البرونكو. البرونكو شوي يعني ترى الفارق اللي قاعد يخليني اقول ترى مو كبير. مو كبير، يعني قراب من بعض يعني. لدرجه اني محتار حتى شلون اقول يعني شنو اللي قاعد يخليني اميل شوي للبرونكو، بس ترى الفرق وايد بسيط. يعني ممكن شخص يعني يحتار ويضيع ما يعرف شو ياخذ. حلو، الفرق بسيط. هذه شوي يقولون عنها ريفايند اكثر، يعني تحسها مدنيه اكثر شويه تقريبا، يعني مع الانظمه الاحدث اللي هي نظام التعليق المنفصل وكذي، شوي مو وايد، حلو شوي اضبط بالقياده. جميل، اوكي. هذا رايك النهائي؟ رايي النهائي. والشكل حلو. الشكل صراحه البرونكو احلى. اي انا وياك نتفق على البرونكو الشكل الخارجي والداخلي والله حلو بصراحه من داخل. حلو. انا بس ذكرت حق المشاهدين ان لولا اللمسات البنيه هذه اللي داشه معاها الستitching الازرق، يعني احس الالوان مو متناسقه. راح تضطر تختار الوان ماشيه انت. بالضبط. اي بس كشكل خارجي جدا جميل للامانه. لو بعد شويه طبعا لو عندي انا من اول ما يطلع من باب الوكاله ابجريد شويه رنجات وتواير راح يطلع شكله مميز فريد. هذا برونكو علي يعني، ويطلع شكله وايد حلو بالتضبيط. وايد في الانواع اللي تيك 35 التاير من الوكاله. اي بس اذا ما اخذت، اذا اخذت هذا العادي، اذا اخذت هذا بس يعني هذلاك خلاص نعطيك اياها جاهزه السياره. انا بالنسبه لي هذيك جاهزه وكافيه، ما احتاج اني حتى اني اعدل عليها. زين، ايش رايك نصفط مكان نقول حق العالم خلاصة الكلام كله وسعرها نذكر لهم اياه، وبالنهايه هم لهم القرار طبعا. بس يلا خل نروح نصفط. بنهايه التجربه انا كراعي رانجلر شوي ملت حق البرونكو، شوي اكثر. تحس مميزاته شوي اكثر. في سلبيات اللي هي جامات السياره اذا فاتحها شوي لانها فريملس تهتز مع المطبات لان ما فيها اطار. حلو. الديكورات داخل وايد فيها بلاستيك اكثر من رانجلر. صح. ساوند سيستم تعبان، في ساوند سيستم اعلى بس هم التوزيع بشكل عام تعبان. بالضبط. الاضاءه الداخليه هذه السلبيات الاساسيه. عدا ذلك السياره كلها ايجابيات. في سلبيه يمكن نسيت تقولها. شنو هي؟ انا لما بطلت الكبوت شفت الماكينه وايد مسي، وايد مبعثره. شكل الماكينه مبعثره، ما في شيء مرتبها او معطيها. صح فعلا، هذه نقطه مهمه. اي بس غير كذي لا بصراحه. غير كذي كلها ايجابيات سياره، وكلها ايجابيات. تسارعها افضل من الرانجلر، وايد انشط، اسرع بشكل ملحوظ يعني مو شوي جدا. النعومه انا بالنسبه لي شوي انعم، شوي يعني مقاربه للرانجلر. الهدوء الارضي افضل البرونكو، بس العزله اللي فوق الرانجلر افضل. صح. فيعني هني في اشياء وهني في اشياء، شيء محير للامانه. اذا انا قلت رايي شنو اختار، انت شنو تختار؟ انا راح اختار ايضا البرونكو. ايضا راح اميل للبرونكو شوي اكثر مثلك يعني بالضبط، شوي اكثر من الرانجلر. والسبه يمكن ان شكله شوي عاجبني اكثر. استعمالي انا بالمدينه اكثر من البر، وبالبر طبعا اذا بغيت اروح فيه ما في اي مشكله. غير كذي راح اخذ البرونكو بصراحه، وسعر مقارب. ممتاز. السعر 16,800 صح؟ 17,800. وانتم قيموا وقولوا لنا بالكومنت اذا عجبتكم الحلقه ولا لا، ونشوفكم على خير ان شاء الله بالحلقات الجايه.